بركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الصلاة على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباحكم زي الفل والهنا والرزق والرضا من رب العالمين. النهارده كده لسه طالعه لهم الصبح زي ما انتم شايفين كده، لسه على الصبح اهو. الله اكبر. الجو زي العسل. الله اكبر. تحتهم لين جامد النهارده زي ما انتم شايفين كده. هناك ده مش ملين جامد، جاي لين جامد. تحتيه عامل حمام في حته واحده، لين مكانه جامد. هننضف لهم ونحط لهم اكل ونظبط لهم الدنيا كده ونخليها زي الفل. لسه ما شلتش اي حاجه ولا حتى حطيت لهم ميه شربوا. الميه دي من امبارح هفضيها واغسل بستله واملى لهم ميه اول حاجه يشربوا، عشان هما بايتين على علف زي ما انا بقول لكم كده من امبارح، فلازم اول حاجه احطها لهم ميه. يلا مع بعض. صباحكم زي الفل والرضا من رب العالمين. شغل لهم المروحه كده واحط لهم ميه يشربوا وانضف تحتهم واخلي لهم المكان زي الفل ونحط لهم اكل. كمل يا باشا، كمل براحتك، خد راحتك على الاخر. مش عشان بس الميه فاضله من امبارح انا هفضيها، لا، الميه لو قدامهم لسه شاربين منها ما برجعش احطها لهم تاني، بفضيها واملى لهم ميه نظيفه، علشان الجو حر والميه لما بتتركن شويه في البستله بتسخن. والحمد لله يعني الميه في المكان مش بنزل اجيب لهم ميه من تحت ولا حاجه، المكان واصله فيه ميه، فبحط لهم ميه نظيفه باستمرار اول باول. كل لما بحط لهم مره ما برجعش احط لهم البستله تاني. اول حاجه هشيلها الحمام بتاعهم، عشان انا بنشره بعمله جله. انتوا عارفين الجله طبعا. في حد علق لي وقال لي كده عايز الروتين صباحي ونشيل الجله وكده. بشيلها بحطها في بستله لوحدها وبطلع بنشرها فوق عشان تنشف. زي ما انتوا شايفين كده هنضف لهم واخلي لهم المكان زي الفل. بصوا يا دوبك سحبتين بالضروف بيكون تحتهم اتشال، لان مفيش حاجه متراكمه ولازقه لازقه في السقف. واللي تحتهم خفيف جدا يعني. يا دوبك بسحبهم كده بالضروف واكنس بالمقشه، المكان بيكون بقى زي الفل. خلاص سحبتهم بكنس، بعد ما اكنس بعبيهم. يعني بصوا هو الموضوع سهل مع اللي حابب، واللي حابب يربي الحاجة دي بالذات. بتبقى في ناس عندها كيف ما تقدرش تقعد من غير بهايم تربيها. انا بصراحة حابة ان انا اربي، يعني بعمل الحاجة وانا حباها، فمهما عملت لهم حاجات يعني مش هتعب ولا احس بتعب. ليه؟ حبة زي ما واحد كده بيحب شغله فهيجتهد فيه فربنا هيرضيه. فانا واثقه من ربنا ان انا بعمل لهم الحاجه بحب، فانا واثقه من ربنا ان هو هيرضيني ان شاء الله فيهم. ومش معنى كده برضو ان انا اقول لكم واضحك عليكم واقول لكم ان انا عندي خبره في تربيه الحاجه دي. لا، انا عندي فكره وعارفه بيتنضف لها ازاي، وعارفه بتحط لها اكل ازاي وميه امتى، وعارفه الحاجات دي كلها، وعارفه كميه الاكل، وعندي فكره على الاكل والتنظيف والكلام ده. انما ما عنديش خبره ان هي اشوف حاجه قدام اعرف ان هي تعبانه، او عليه الصلاه والسلام، او حاجه تعبت اعرف ان انا هديها علاج ايه. لا، ما عنديش خبره ان انا اعرف ان ده البهيم تعب كح مثلا او سخن ياخد علاج ايه. ما عنديش فكره عن العلاج البيطري ده خالص. يعني لو عرفت معلومة عن العلاج او حاجة كده، حاجة سخنت مثلا زي الدريكسين اللي حد قال عليه، يبقى انا عرفته منكو او من دكتور جالي. لو عرفت معلومة تانية يبقى من دكتور جالي. وطبعا البني ادم بيفضل يتعلم لحد ما يموت. البني ادم بيموت وفي حاجات لسه ما تعلمهاش وما عرفهاش، وده مش عيب ان البني ادم حاجة ما يعرفهاش او حاجة ما يعرفش فيها يقول انا ما اعرفش فيها او ما اعرفش في دي خالص. ده مش عيب جد ابدا ابدا. العيب ان انا حاجة ما اعرفش فيها واقول اعرف فيها، ده عيب وغلط. غلط ليه؟ غلط ان انا
حاجة مش عارفها واقول عارفها ممكن اذي نفسي بيها. انا بتكلمش على اذية غيرك، يعني ممكن حاجة انت مش عارفها وفكر نفسك ان انت عارفها، او عايز تحسس اللي قدامك ان انت عارف المعلومة دي وتقول ان انت عارفها وانت مش عارفها، يعني ممكن تأذي نفسك. اذية النفس بتيجي من هنا، يعني لا، حاجة مش عارفها لازم اقول ان انا مش عارفها، حاجة مش فاهمها لازم اقول ان انا مش فاهمها، واخد كل رأي اللي حواليا، مش حد بس حواليا واحد، كل اللي حواليا ياخد رأيهم. ممكن يكون حد رأيه صح وانا غلط، او حد رأيه غير التاني فيفيدني، دي حاجة كويسة جدا. يا ريت ناخد رأي بعض، وحاجة مش عارفينها نسأل بعض فيها و... وما نتسرعش. يا ريت يا ريت يا ريت. يا رب نور لنا بصيرتنا، يا رب نور لنا، يا رب نور لنا بصيرتنا وعرفنا اخطائنا يا رب. بصوا المكان بقى زي الفل خلاص. فالموضوع كله ما خدش 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، ما خدش والله. المكان بقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. موضوع الصبح بس اللي انتوا شايفينه متعب ده ما بياخدش 10 دقايق ربع ساعة بس، ومش متعب خالص. ان باقي اليوم هتحط اكل بس، اكل ومية بس. وممكن مش كل يوم اشيل تحتيهم، يعني ممكن يوم الاقي تحتهم ناشف ما اشيلهوش. الله اكبر. ادعوا لي ربنا يبارك لي فيهم ويكمل شفا ده على خير. هو خلاص الحمد لله بقى كويس اهو، شد حيله شويه. الله اكبر عليه. ادعوا لي بس ربنا يشفيه ويبارك فيه كده وتحويله يبقى حلو. والموضوع مش صعب خالص، يعني مش صعب، يعني بالنسبه لي انا مش صعب. يعني الموضوع كله خد 10 دقايق ربع ساعة. باقي اليوم مفيش اي حاجة غير اكل ومية. خلصت لهم خلاص، يعني بعد ما هياكلوا الدروة دي هحط لهم تبن وعلف عشان بعدها يشربوا مية، لان بعد الدروة دي مش هيشربوا مية، هحط لهم مية مش هيشربوا عشان مش واكلين حاجة تعطش يعني. وبعد كده على الظهرية احط لهم علف مع حلة البتنجان دي، شوية البتنجان دول مع تبن وعلف على الظهر كده على الساعة 1. بصوا الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا ببقى قاعدة هنا كده، هشغل مروحة بس انا طفيها عشان الصوت. هشغل مروحة، ببقى قاعدة هنا كده لحد ما ياكلوا ويخلصوا، واحط لهم تبن وعلف واسيبهم وانزل. طلعت انا شربتهم ماشي، اي حد طلع شربهم ماشي. صباحكم زي الفل والهنا والرزق يا رب العالمين. اشتراكاتكم في القناة دي تسعدني جدا يعني، ولايكاتكم ومتابعتكم دي على راسي، على راسي من فوق، وكل تعليقاتكم الحلوة. شكرا جدا والسلام عليكم.